السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا هتشوفوا المطبخ، يعني هتصوتوا معايا، يعني مش عايزة اقول لكم شكل المطبخ عامل ازاي. بصوا، كل ده عايز يتروق، ده غير الناحية التانية برضو. فبسرعة كده مع بعض نروق كده ويلا. كل سنة وانتم طيبين. بقالي كام يوم يعني ما بروقش بصراحة، يعني يا دوبك الأكل والحاجات ديت فما بروقش. فتعالوا كده مع بعض نشيل مواعين نضيفة ونروق ونشوف ورانا ايه. هو طبعا المطبخ شكله يعني مقلوب قلبة حلوة جدا. بس يعني هو كل حاجة محتاجة تتحط في مكانها، يعني مش أكتر. يعني مواعين نظيفة ديت وتتحط في مكانها، وشوية مواعين في الحوض. يعني احنا هنبدأ بالجنب ده الأول كده، وبعد كده ربنا يسهل في الباقي. فواحدة واحدة كده. يعني أنا ما بحبش بصراحة، يعني لما بكون تعبانة بعمل على قدي. آه، يعني حاجة موجودة الواحد هيعملها كده كده. فيعني حاجة كده بابدأ إن أنا أعمل هنا. وكنت بافضّي شوية ملح وأشوف التوابل الناقصة وأحطها. آآ طبعًا المطبخ بس هو محتاج يعني ترويقة، وإن شاء الله كل حاجة ترجع يعني زي الأول وأحسن كمان. بس طبعًا زي ما قُلت لكم الواحد ساعات ما بيبقاش فاضي، ساعات بيبقى عنده حاجات تانية أهم، فبيروح يكوّم، فبيلاقي الدنيا في الآخر اتكوّمت عليه. بس هنعمل إيه بقى، يالّا ربنا يقوي الجميع. وزي ما قُلت لكم والله الواحد نضيف، بس هي يعني الحياة بقى نعمل إيه، ربنا معانا. يعني أنتم تشوفوا حتى يعني الألمونيا مدعوكة حلو والصواني نضيفة وكل. بس إيه موضوع إن ساعات ما بيبقاش في وقت عند الإنسان إن هو يروّق ويحط الحاجة مكانها. وطبعًا ما فيش حد بيبقى عايز يعيش في هرجلة وعدم نظام وكده. آآ خصوصًا لو هو ربة منزل، يعني ما فيش واحدة عايزة تعيش في الهرجلة والحاجات ديّة، لأ. كلنا طبعًا بنعيش في نضافة وبنعيش في أماكن نضيفة. بس بقى ساعات الظروف بتحتّم عليكِ كده يعني، ما بيبقاش عندِك وقت تروّقي، تبقي مستعجلة. ما بتبقيش فترات طويلة قاعدة في الشقة، ممكن تكوني عند مامتِك، عند حماتِك، عند أي حد. ف ما بتلحقيش إن أنتِ تروّقي. ممكن تروحي تاخدي حاجات من الشقة وتسيبيها. ممكن تروحي تحطّي فيها حاجات وتمشي، كل ده. فأنا هاروّق شوية وبعد كده نروح بقى نعمل فطار حلو يعني كده جميل. هاورّيكم هاعمل شوية أكلات حلوة أوي. هنا كنت باقول لكم إن إحنا بقى تعبت بقى وهنبتدي نعمل فطار عشان جوعنا. بُصّوا هاورّيكم أكلة حلوة أوي باعملها، يعني ممكن تغمسيها. هي عبارة عن فلفل متقطّع وطماطم وتوم وزيت. تحطّي عليها بقى شوية توابل كده من اللي قلبِك يحبها، وتسيبيها على النار كده لغاية ما تتسبِّك مع بعضها. هي كده خلصت. دي بقى بتبقى حلوة زي مشهيات، فاتحة للنِفس. أنا باحبها كده. ممكن تغمسيها بالعيش، ممكن تحطّيها على مكرونة، على بطاطس، على أي حاجة جنب الأكل، بتبقى حلوة جدًا. برضه الطماطم والفلفل مع شوية بصل أخضر متقطّعين، وتحطّي عليهم جبنة قريش وشوية زيت بقى ويعني ولو في رشة نعناع بتبقى حلوة أوي. بُصّي أنا باحب الجبنة بالشكل ده، تكون محمرة كده بيبقى طعمها فظيع، فظيع. وده بقى بطاطس برضه، كل ده فطار. نعمل إيه بقى، عايزين حاجة حلوة. أنا باحب البطاطس تبقى تخينة كده ومتحمّرة تخينة. وهو البطاطس كده بيتحمّر، قُلت أمّا عقبال ما يتحمّر كان عندي شوية غسيل كده قُلت أحطّه في الغسالة. يبقى أنا كده عملت كذا حاجة. روّقت المطبخ شوية، فطرت، حطّيت الغسيل في الغسالة، يعني آه. طبعًا الأرض كانت لسه مش نضيفة، لسه هتتمسح. وهنا أنا باحُط المسحوق بتاعي في جيركن. مش عارفة، باحس الجيركن ما بياخدش مكان، وباحس إن هو باتحكّم فيه أكتر. كمان بيبقى مُحكَم الغلق جدًا على على المسحوق. وعلى فكرة ممكن كمان يعني شوية وهاجيب بقى مسحوق الجل ده. يعني مش هاجيب مسحوق powder، هاجيب جل. يعني هاحاول كده أشوفه. يعني في ناس بتشكر فيه، أنا ما جربتوش بصراحة، بس اللي جربه يا ريت يقول لي في الكومنتات تحت المسحوق أحسن والّا الجل. اللي جرب ده يقول واللي جرب ده يقول. طبعًا أنا جربت المسحوق، بس يعني لسه ما جربتش الجل، فاللي جرب الجل يقول. طبعًا هنا باحطها أهي،
وهقفل عليها بقى وابتدي اشغل الغسالة. هشغلها على فترة طويلة ودرجة حرارة سخنة عشان ده حاجات فواتح وملايات وفوط عايزة تتعقم يعني. فهنا هفتح اهو وهسيبها وهروح افطر بقى كده اهوت. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطولي اللايك وتشتركوا في القناة وتكتبولي كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.